هذا مسار القلب، هذه النقطة اشتي 3. دوك ها هي راح تانجكتي راح تانجكتي في الترياق. هما يقولوا السم، احنا ما نقولوش السم، احنا نقولوا ترياق. لو فينان داباي. ها هي قرصت، ها هي الشوكة، ها هي راح تانجكتي درك. كاين علاج واحد اخر ومفيد جدا اللي هو لسع النحل، فينان داباي كما يقولوا بالفرنساويه. وهذا كنا نقول للمستمع الكريم بان هذا الحشره اللي ذكرت في كتاب الله عز وجل، الله يقول يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه في شفاء للناس. اللسعه فيها شفاء. نبدو من لاجولي رويال اللي هي الغذاء الملكي، ثم البروبوليس اللي هو العكبر، ثم العسل، ثم اللسع، ثم العصير اللي هي شمع النحل. واحد الباحث عربي قال انا نثبت السابعه على خاطر تشايكا اللي هما لي روس الرواسه خرجوا فيه 6 تنتجها النحله كعلاج. هذا المسلم يسموه دكتور ناجي ثابت قال نزيد 7 اللي هي اليرقه. اليرقه ثاني هي دواء، كي تخرج من البيضه تولي يداووا بها. احنا اليوم الموضوع نتاعنا علاج بلسع النحل. صح العسل نعرفوه وصوالح، النحل ما يعرفوش الغاشي بزاف. الاولى اللي يعالجها هي انه يحفز المناعه. وكي يقولوا المناعه نتاع الانسان تكون قويه، بالعربيه الفيروس ما يطبطبش، يخبط ويشور. هذه الاولى. ثانيا مفيد للدوره الدمويه، الجهاز الدوري. ثالثا كي نقول لك درايه وروايه، صدر نقل وتطبيق، انه يعالج امراض المفاصل كلها. لا بغات كانت مستعصيه يعالج مرض الاعصاب. كي نقرو الباحث هذا دكتور في الصيدله يطرحوا له سؤال، يقول لهم انا عندي مرض التصلب اللويحي اللي هو مرض مناعي خطير، يقول لهم ديروا لسع النحل. كي تلسع المريض تخرج كاع هذاك الشيء وتموت. علاه تموت؟ هذا فضل من الله باش ما تنقلش العدوى من ملسوع الى اخر. هذا المريض اللي يحوس غير العلاج نقولوا له باللي العلاج بسم النحل آمن 100%، ماشي 99، آمن 100%، إلا في حالة واحدة اللي عنده الحساسية نتاع النحل، اللي عنده الحساسية نتاع اللسع. هذا نديروا له اللسع باحتياط. يكون وجد عندنا الإستامين، سواء واحد المركب يقول له اجيل، ولا كاين بعض الادويه نعطوهم للمريض عاد نديروا له اللسع، على خاطر يقدر يدير له كومبليكاسيون، باش ماشي غير تروح وتحكم النحله ودير ربما تنتفخ. كاين اللي كنت تقرصه عدد نتاع النحلات. وثاني كان مواضع نتاع اللسع ثاني، كل مرض عنده مواضع. الامانه العلميه تخليني نقول انك ارمى عينك حتى دير. انا كي يجي عندي المريض ندير له الفحص، لو تيست، ندير له في كراعه في صبعه التحتاني كاع باش ما يطلعلهش بالخف. وكل نشوفه تكومبليكا وبدا يحمر ولا ثمثم، عندي مستحضر خاص باش نثبط الهستامين. هذا الامراض اللي راح يقولوا مستعصيه، كما الربو، كما مشاكل تاع الخلعه، كما مشاكل تاع القلق، كما مشاكل تاع الالم المفاصل، جاب نتائج مبهره. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.